مساء الخير يا أصدقاء. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي في ندوته الصحفية الخاصة بتقديم لائحة الأسود التي ستخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم عن موعد سفر المنتخب المغربي إلى الكوت ديفوار المحتضن للنهائيات. وقال وليد أن السفر إلى بلد منظم المونديال الإفريقي القادم سيكون بمشيئة الله أسبوع قبل انطلاق الحدث الكروي الإفريقي الكبير، وستكون إقامة المنتخب المغربي بمدينة سان بيدرو، حيث سيخوض فيها مبارياته الثلاثة عن دور المجموعات. وستنطلق منافسات كان كوت ديفوار يوم 13 يناير القادم، وستستمر إلى غاية 11 فبراير 2024. ويتواجد المنتخب الوطني بالمجموعة السادسة التي ستضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. بدا واضحا أن نادي بيتيس الإسباني تحسر بمطلق العبارة على استدعاء الدوليين شادي رياض وعبد الصمد الزلزولي عندما تم استدعائهم في لائحة الناخب الوطني وليد الركراكي. وحللت صحف الأندلسية المقربة من بيتيس وإشبيلية أن المدرب سيتحسر على خلو دفاعه من شادي رياض لكونه يظل عنصر الأمان في خط الدفاع مع الأرجنتيني بليغريني، وسيكون غيابه ضربة قوية لخط الدفاع اعتبارا لقلة مدافعي الوسط، وسيكون مجبرا على الاعتماد على اللاعب سقراطيس كبديل وحيد إلى غاية عودة شادي وفق تسلسل الأدوار التي سيلعبها المنتخب المغربي أن ظل مواظبا على التأهل إلى الأدوار المتقدمة، وهو نفس المعيار للدول يوسف النصيري من خلال الاهتمام الذي يحظى به لدى مدربه الجديد كيكي فلوريس. ولم يكن الشيبي من المرشحين الكبار للمشاركة في الكان أمام المنافسة التي عرفها المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة وتألق مجموعة من اللاعبين. وبغض النظر عن إصابة أيوب العملول الذي كان مرشحا للحضور في اللائحة مثلما أكد المدرب وليد الركراكي، فإن الشيبي جنى أيضا تألقه ومجهوداته منذ الموسم الماضي مع بيراميدز المصري، بدليل أنه يعتبر من اللاعبين الأساسيين الذي يعول عليهم مدرب الفريق. لا نستثني أيضا الخبرة التي اكتسبها مع بيراميدز على المستوى الإفريقي بحكم مشاركة الفريق المصري في المنافسات الإفريقية. أعلن جلال القادري مدرب المنتخب التونسي عن لائحة اللاعبين النهائية المشاركة في كأس إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في الكوت ديفوار. ولم تضم اللائحة اللاعب الشاب حنبع الجباري زميل دولي المغربي سفيان أمرابط بالمانشستر يونايتد. والله مدرب المنتخب عدم انضمام حنبع للائحة النهائية بسبب رفض اللاعب التخلي عن فريقه المان الذي يمر من موسم هو الأسوأ له على الإطلاق. وقال المدرب أنه تواصل مع ذات اللاعب إلا أنه رفض التواجد باللائحة معللا ذلك بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة مع منتخب بلده تونس في المونديال الإفريقي المقبل، كما أنه يود البقاء بفريقه مانشستر يونايتد من أجل مساعدته في الأزمة التي يعيشها على المستوى النتائج. بينما زميله الدولي سفيان مرابط حاضر في لائحة المنتخب المغربي النهائية التي ستخوض منافسات الكان القادم. وأخيرا الأسماء المشاركة في كان كوت ديفوار: حراسة المرمى ياسين بونو، منير محمدي، مهدي بن عبيد. خط الدفاع أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أقرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير أبقار، محمد شيبي. خط الوسط أمير ريتشاردسون، سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، سليم أملاح، بلال الخنوز، عز الدين أناحي، إسماعيل السباري، أمين حارث. خط الهجوم حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، طريق سودالي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي. وهذا سينطلق المعسكر الإعدادي لأسود الأطلس يوم 2 من شهر يناير المقبل، وذلك استعدادا للنهائيات الإفريقية. وشكرا، إلى اللقاء. هنا تنتهي أخبارنا، مع السلامة.